عارف يا احمد، زمان كانت الناس بتشتغل وبس. لدرجة ان انا فاكر كويس من 5 سنين كده كنت بنصح صحابي وحبايبي اللي حواليا مصورين ومخرجين لازم تخصص جزء من وقتك عشان تظهر شغلك اللي انت تعبت فيه ده. بس دلوقتي انا حاسس ان الناس دي خدت النصيحة وطبقتها بزيادة عن اللزوم قوي قوي قوي، لدرجة ان احنا بقينا ننصح الناس بنقول لهم ما تبذلش وقت ومجهود، وفي ناس كمان بتبذل فلوس كتير جدا عشان خاطر تظهر نجاحك، لدرجة ان انت ما يبقاش عندك وقت ومجهود تنجح في الحقيقة، تنجح في الواقع. فالناس مهتمة جدا انها على السوشيال ميديا تبقى ناجحة وايفنتات وبتدي محاضرات ومش عارف بتعمل ايه وميكنج كتير قوي زيادة عن اللزوم، لدرجة ان هو مش فاضي يشتغل، مش فاضي ينجح في الحقيقة. فانا لو هدي نصيحة صغيرة يعني للناس اللي اصغر مني سنا، اعمل بالانس، يعني 90% شغل و10% بس شو. زمان الناس كانت 100% شغل، كنا بنقعد ننصحها حط 10% شو، حط 10% شو. الناس دلوقتي بتشتغل 75% شو و25% شغل حقيقي على الواقع. هو مركز بس انه يظهر النجاح ده بس بشكل اوفر بس.